انا عايزك بجد تتجرئي وتخش تجربي الوصفات اللي زي ديت، سواء لكريم الحديدي او لغيره. جاي على بالي النهارده اعمل لكم بربع كيلو من اللحمه المفرومه مهرجان من السوسج او السجق، سموه زي ما تسموه. المهم ان احنا هنعمل حاجة مضمونة مليون المية، بدون اي مواد ضارة، بدون اي مواد للحفظ، وهو ده الموضوع. طيب خلينا نجيب ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونحطه في الكبة ونفرمه كويس جدا. ونصيحة مني، لو انت بتجيبيه من عند الجزار مفروم، اقطعي اللحمة على عجب عينك وفروميها بايدك، وده امن حاجة. بعد ما بنفرمها ادي عدد 2 بيضة، بنحط كمان نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الملح، نص معلقة من بهارات السجق دي موجودة عند العطار ومتوفرة، ونص معلقة من البابريكا. هرسة شطة حلوة اللي هي دبس فلفلة او دبس فلفل، وبحط كمان حوالي فصين من التوم مفرومين، ونفرم الكلام دوت بقى لغاية ما يبان له صحاب. بحط كمان معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، وبنقلب الكلام ده كله كويس تاني لغاية ما يتسمغ معايا ويديني الخلطة او العجينة بتاعة السجق. طبعا احنا هنستخدمه من غير هنك، فهحط شوية زيت، وهحط كمان لون احمر صناعي، ده مصرح بيه من وزارة الصحة وامن جدا. الخلطة سهلة وبسيطة وجميلة ومش محتاجة منك غلبة. بالامانة يعني لو انت عملتيه في البيت مش هتبطلي تعمليه، هتشتريه من بره تاني دوت خلاص بيتهيألي هتكون حاجة شبه مستحيلة. طيب بنفضيه كده في بوله نظيفه زي ما انتم شايفين. الناس بقى اللي بتشتغل بايديها والناس اللي خلي بالكم احنا اللي بناكل، فاكيد بنغسل ايدينا مره واثنين وثلاثه ونتاكد ان احنا ايدينا نظيفه ينفع تتحط في الاكل. وبعد كده بجيب معلقه وبملى الكميه اللي انا محتاجها على حسب الحجم اللي احنا محتاجينه، وبالاسترتش راب او البلاستيك راب زي ما انتم شايفين كده ببتدي الفه زي فكره البونبوني، يعني بيبقى عكس بعض. تمام الكلام. وادي واحد كمان هو عشان خاطر نعرف الفكره ماشيه ازاي. وخدي بالك الموضوع مش ان انت بتتفرجي على فيديو حلو او بيتقدم بشكل كويس والموضوع يقف لحد كده، لا. انا عايزك بجد تتجرئي وتخش تجربي الوصفات اللي زي ديت، سواء لكريم الحديدي او لغيره، كلهم اساتذتي وعلى راسي من فوق. ولكن المصنعات اللي زي السجق، اللانشون، البلو بيف، البرجر، الناجتس، كل المصنعات اللي فيها فراخ مفرومه او لحمه مفرومه عملناها بفضل الله كلها، والحمد لله رب العالمين. كومنتات الناس تثبت ان احنا الحمد لله وصفاتنا ناجحه ومضمونه مليون المية. ومش شرط زي ما قلت كريم الحديدي، اي شيف بنثق فيه نجرب الوصفات ديت، وان شاء الله هتكون امنه جدا لينا، وربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا دايما يا رب. طيب عشان ما اخدكوش بره الموضوع، احنا عملنا ما شاء الله كميه كبيره قدامكم زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بتتلف بالاسترتش بجيب الالومنيوم فويل دوت، وبعد كده بقطعه على حجم عشان ما نهدرش طبعا، على حجم السوسج بالظبط او السجق اللي احنا عاملينه. وبرده نفس فكره البونبوني بنلفه عكس بعض بالطريقه ديت. الموضوع سهل جدا مش محتاج غلبه. وخليك انت اشطر مني وقعد الولاد معاكي يلف السجق دوت، صدقيني الحاجه لما بتتعمل بالايد بيكون ليها طعم تاني. ولو عملت الحاجه ديت في البيت وقعدت الولاد يشوفوها وانت بتعمليها وخليتيهم كمان يشاركوكي في الكلام ده، صدقيني الحاجة لما هتطلع هيكون ليها طعم تاني، هتكون طعمها احلى بكتير من ان احنا نشتريها من بره. طيب لفينا اهوت الكمية كلها اللي معانا زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله، يعني مش عايز اقول لكم بقى، احنا بنشتري اصلا السجق دوت من بره في فاكيوم كده في 4 صوابع بمبلغ وقدره يعني. لا جربي الوصفه ديت وان شاء الله هتعتمديها، وهتكون وصفه اساسيه للسجق او السوسج. ميه بتغلي على النار، ربنا يكفينا ويكفيكم شر النار، قولوا امين في الكومنتات. وبعد كده ننزل بالسجق بتاعنا كله في الميه زي ما انتم شايفين، وتكون طبعا سخنه، وبنسيبه حوالي تلت ساعه نص ساعه بالكتير قوي. وبعد كده بص هوب بيطلع معاكي اوعى وشك ما شاء الله، ريحه وطعم وتماسك ما اقولكوش، لازم تجربوه. بقطع كمان شويه خضار كده زي ما انتم شايفين، هنعمل شويه اسكندراني. وبصي بقى التماسك، انا هفتح لك كده بالسكينه شوفي قلب السجق يا قلبه. اللي بيتفرج لحد هنا في الفيديو يكتب في الكومنتات قلب السجق. الف هنا وشفا عليكم. بحط جريلا وفيها شويه زيت وانزل بالخضار بتاعي زي ما انتم شايفين، وادي تحميصه كده خروشه وقرمشه للسوسج دوت او للسجق. الريحه بقى هنا كانت قلب البيت بجد، لازم تجربوه. بنقلب تقليبه حلوه كده ونعمل بقى منه سندوتشات، نحط كمان في اللانش بوكس للاولاد واحنا مطمنين جدا. طبعا لو هنحطه في اللانش بوكس او هيقعد فتره كبيره، نصيحه مني واكتبيها عندك على باب التلاجة، اي حاجه هتتحط في اللانش بوكس للاولاد ناخد بالنا جدا، سواء هنحط خضار هنحط اي الطماطم مثلا بتريح، الحاجات دي برضو هنتكلم فيها في فكره اللانش بوكس للاطفال. لو حابين قولوا لي برضو في الكومنتات.
عملت شويه اسكندراني زي ما انتم شايفين، ده لو فكره غدا او فكره ان احنا عايزين نتغدى او نتعشى بيه. وعملت كمان طبق كده من غير ما يتحمر زي فكره البريك فاست او الفطار. ممكن تحطي جنبه بقى شويه خس، شويه جرجير، شويه مخلل زي ما انا حاطط كده، يعني الاختيار ليكي. طيب تعالوا نعمل كمان شويه سندوتشات. بقطع الكايزر كده زي فكره الساندوتش، ما بحطش اللقمه كلها، وبحط فيها شويه خس، واقطع السوسج كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، واحط كمان شويه مثلا مايونيز، ممكن احط مستردة، ممكن احط هوت صوص، الطعم اللي انتم بتحبوه. فكرة حلوة جدا، اتمنى تجربوها. ما شاء الله عملنا كمية محترمة قوي من ربع كيلو لحمة. اتمنى تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. ولو ليكم اي تعليق في اي حاجة قولوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله اجاوبكم وبرد على كل الاسئلة بنفسي. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وتكتبوا كومنت، بجد كومنتاتكم دايما بتشجعني ان انا اعمل وصفات كتير واجرب وصفات كتير، وقبل ما تكون مقادير مظبوطة بتكون بجد طالعة بحب ومن القلب لقلب اخواتي. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. سلام عليكم.